يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل صينية فراخ مع البصل المكرمل. بجد احلى صينية فراخ ممكن تجربوها. طعم البصل المكرمل مع الفراخ بجد بيودي في حتة تانية. متأكدة ان انتوا لما تعملوها هتعتمدوها دايما لما تيجوا تعملوا فراخ. سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكم 10 دقايق في التحضير. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتها. اول حاجة عندي انا مستخدمة بصلتين كبار مقطعاهم جوليان. البصلتين الكبار دول انا هستخدم عليهم 3 اوراق، يعني لو هتزودي كمية الفراخ هتزودي معاها كمية البصل. ممكن تستخدمي بصل ابيض او بصل احمر، مش هتفرق قوي معانا. انا عاملة ميكس يعني كده بين الاتنين عشان اخد طعم البصل الابيض وطعم البصل الاحمر. هبدأ احطه في الصينية اللي انا هعمل فيها الفراخ وهفكه من بعضه بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالتوابل. نزلت بمعلقتين صغيرين من الملح او معلقة كبيرة، بس ما تبقاش هرمية، يعني معلقة كبيرة ممسوحة كده من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من البابريكا عشان تدينا لون حلو للفراخ. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من العسل الأسود. العسل الأسود هينقل صينية الفراخ لحتة تانية خالص، يعني حاولوا ان انتم ما تستغنوش عن معلقة العسل الأسود. ولو ما عندكوش عسل أسود ممكن تستبدلوه بعسل أبيض أو دبس رمان، أي حاجة من الحاجات دي تنفع. بس الصراحة العسل الأسود بيدي طعم حلو قوي للبصل وبيخليه كرمل ويدي لون حلو جدا للبصل. هقلب بقى الحاجات اللي احنا حطيناها مع البصل كويس، واتأكد ان البصل كله امتزج مع التوابل والعسل الاسود. بعد كده هحط عليه كده رشة زيت من فوق، وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتي. طبعا انا غسلاها كويس وهكونوا نقعانة في محلول النقع اللي انتوا بتفضلوه، وتغسلوها وتسيبوها لما تنشف كويس من المية. بعد كده هنحطها في البصل بالشكل ده وهنقلبها مع البصل عشان تشرب من طعم البصل كويس. يعني دخلوا كده البصل بين اللحم والجلد وحاولوا ان انتوا تخلوها تشرب من طعم البصل كويس. بعد كده هنزل برشة زيت تاني كده على الفراخ من فوق، وطبعا انا هسيب الفراخ لتاني يوم في التلاجة في التتبيلة دي عشان تشرب من طعم البصل كويس. وطبعا لو انتي مستعجلة ممكن تسيبيها 2-3 ساعات بس هو الافضل ان احنا نسيبها في التلاجة، وكمان هيبقى سهل علينا ان احنا تاني يوم نخلص الغدا بسرعة. انا هجهز الصينية بتاعتي بحيث ان انا اخرجها من التلاجة تاني يوم وادخلها الفرن على طول. حطيت ورقة من الزبدة وهدخل ورقة الزبدة كويس في الصينية كده وازنقها من الطروف عشان ما تطلعش البخار. وبعد كده هغطي الصينية بورق فويل وهدخلها التلاجة لتاني يوم. انا بقى تاني يوم طلعتها كده من التلاجة وسخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. مش عايزة ادخلها على درجة حرارة اعلى من كده عشان تستوي على نار هادية والبصل يكرمل ونديله يعني وقته في الفرن، وكمان الفراخ تبقى مستوية كويس. خدت معايا تقريبا 1.5 ساعة وهطلعها بقى من الفرن. هي كده استوت وبقت تمام. هدهنها من الوش كده بمعلقتين كده من معجون الطماطم عشان تدي لون حلو للفراخ. بعد كده هدخلها تحت الشواية تاخد وش من فوق وهطلعها بالشكل ده. بصوا بقى لونها جميل جدا وطعم البصل المكرمل بجد حلو جدا. الفراخ بقى خرجت من الفرن وخدت وش ولونها في منتهى الجمال، وكمان البصل خد وش من فوق مع الفراخ، ومتأكدة ان هو هيعجبكم جدا. الصينية دي بجد انا بحبها قوي. بصوا بقى هوريها لكم من قريب كمان عشان تشوفوا الجمال اللي احنا عملناه مع بعض ده. احلى حاجة مع صينية الفراخ دي بالنسبة لي هي شوية رز بالشعرية، وان احنا ناخد شوية من البصل المكرمل ده على الرز. بجد طعمه منتهى الجمال، وكمان الفراخ معانا دايبة جدا ومستوية، حاجة رهيبة، وطعمها شارب من التوابل اللي احنا حطيناها والبصل، وكمان معلقة العسل الاسود دي خرافة. عايزين برضو لو مش محبين تعملوه مع رز ابيض ممكن تعملوه مع مكرونة وتحطوا برضو البصل على المكرونة، برضو بيدي طعم حلو قوي. ممكن تعملوا جنبها اي حاجة، هي اكلة سريعة وبسيطة مش هتاخد وقت. يتعمل جنبها اي صنف، حتى لو حابين تعملوا خضار كمان
بس انا بالنسبة لي لما بعمل خضار معاها بيسيبوا الخضار ويفضلوا ياكلوا في البصل. جربوها وقولولي رأيكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.